السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن قرار صعب جدا ومش سهل على أي حد إنه ياخده بسهولة. إمتى تسيب شغلك من غير ندم؟ كلنا في مراحل مختلفة بنفكر في الموضوع ده، سواء كنت في أول حياتك المهنية أو شغال في مجال معين من سنين. إمتى تعرف إن الوقت المناسب إنك تاخد قرار وتسيب شغلك من غير ما تندم؟ غياب الشغف والطموح. أول علامة مهمة هي فقدان الشغف. لما تلاقي نفسك بتصحى كل يوم وانت مش حابب تروح الشغل او مش شايف قيمة حقيقية وراه، ده مؤشر كبير. طبعا كلنا بيمر علينا ايام بنكون مرهقين، لكن لو الامر تحول لروتين دايم وانت مش مبسوط ولا مستمتع، يمكن ده وقت للتفكير. ما بقولش هنا ان لازم نبقى طول الوقت متحمسين، لكن في فرق كبير بين التعب العادي وانك تحس ان الشغل ملوش معنى ليك. غياب التقدير. حسيت قبل كده انك بتقدم اكتر من اللي بتحصل عليه؟ لو دايما حاسس انك بتدي وبتتعب لكن مش واخد تقدير حقيقي سواء من الإدارة أو من الزملاء، ده كمان سبب ممكن يخلينا نعيد التفكير. التقدير مش بس مادي، ساعات بتكون محتاج تشوف ان شغلك مؤثر وليه قيمة حقيقية، وده لو غايب بيسبب الشعور بالاستنزاف. البيئة السامة. ساعات بيكون كل شيء كويس، الشغل نفسه مش وحش، لكن بيئة العمل سامة مليانة ضغوطات وتوتر بشكل غير طبيعي، زملاء سلبيين، مدير بيمارس ضغوطات غير مبررة، أو نظام مفيهوش شفافية. كل ده بيساهم إنك تشعر بالاستنزاف. البيئة السلبية مش بس بتأثر على الشغل، ده كمان بتأثر على صحتك النفسية وراحتك الشخصية، ودي حاجة لازم نكون حريصين عليها جدا. عدم وجود فرصة للتطوير. مفيش أسوأ من إنك تلاقي نفسك في مكان مش بيخليك تتقدم أو حتى تتعلم حاجة جديدة. لو الشغل بقى مجرد تكرار لنفس المهام من غير أي إضافة لخبرتك، يمكن ده مؤشر إنك محتاج تلاقي مكان يقدر يفتح لك فرص جديدة. عندك خطة بديلة أو استعداد مادي؟ قبل ما تاخد قرار إنك تسيب شغلك لازم تكون مستعد. مش دايما القرار ده بيكون آمن لو مفيش خطة بديلة أو على الأقل احتياطي مالي يكفيك لمدة معينة. نقطة للتوضيح: لما تكون مخطط لمستقبل كويس هتقدر تاخد القرار من غير ما تقلق، وهتقلل احتمالية إنك تندم بعدين. في النهاية، قرار إنك تسيب الشغل مش سهل، ولازم تفكر كويس في العواقب والفرص قبل ما تتحرك. لو حاسس إن الظروف بقت مرهقة أو إنك مش بتستفيد، ممكن ده يبقى الوقت المناسب للتغيير. هل أنت حاليا بتمر بالمشاعر دي؟ شاركنا رأيك وتجربتك وساعدنا ننشر الوعي بموضوع فعال مهم لكل حد فينا. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتتفرج على الفيديوهات القديمة. شكرا للمتابعة.